السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رجب، عادها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا فيديو بتفور، طريقة سهلة وبسيطة، هيطلع بإذن الله ناعم دايب في دوب في البق دوب زي اللي بنشتري من المحلات. يلا نبدأ بسم الله ونقول معانا المقادير ايه. انا معايا كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر انا معايراها وطحنتها، وبيضة بحرارة الغرفة. انا معايا الزبدة، اللي حابب يعملها بسمنة يعملها، بس قبل ما يستعملها يحطها في التلاجة تجمد. سمي بسم الله نعمل. انا افضي كوباية الزبدة، اضيف نص كوباية السكر بودرة، اضرب الزبدة والسكر مع بعض لغاية ما شكله يبقى كريمي. انا حضراتكم ضربت السمنة والسكر مع بعض لغاية شكلهم ما بقى كريمي. انا هضيف البيضة بتاعتنا وهرجع اضرب تاني. انا خلاص كده ضربت البيضة مع السمنة والسكر، خلاص كده ضربناهم. هنضيف بقى الدقيق حبة حبة، هنضيف الدقيق بالتدريج. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت العجينة بتاعتنا. انا احتاجت مني 3 معالق اكل كبار، ضفتهم 3 معالق كبيرة زي دي بتاعت الاكل. حبيب قلبي انا نسيت احط الفانيليا مع البيض والسمنه، مفيش اي مشكله. شايفين حضراتكم العجينه بتاعتنا مش ملزقه اهي حضراتكم. لو حضراتكم عندكمش المكنه ديت اعملوها بالقومه. انا هعمل العجينه بتاعتي كده، خليها كده حضراتكم. معايا الموز بتاعتها ديت هنغير فيها اشكال. اهو بصوا حضراتكم الاشكال دي، كده حضراتكم. انا هخلص بقية الكميه هدخلها الفرن، وهعمل النص التاني بالكاكاو. لما يستوي نرجع مع بعض نشكله. رجعت لكم تاني بعد ما البوتفور بتاعنا استوى. فين حضراتكم شكله عامل ازاي؟ الفانيليا وده الشوكولاته. من الفاصل عملت ال3 وحدات دول بالشوكولاته، حطيتهم على كيس تلاجة. الشوكولاته اللي بالكاكاو هدهنها كده شوكولاته، حضراتكم شايفين؟ بصوا كده شوكولاته، احطها في جوزة الهند. الفانيليا اعملها كده،
بس حضراتكم كده وصف الشوكولاته. حطها بردك تنشف على كيس التلاجة. معاكم واحده تاني، من واحده فانيليا واحده شوكولاته مع بعضهم كده اهو. هنزلها بردك بالشوكولاته حضراتكم، الشوكولاته كده. وصف الشوكولاته. حطها بردك على كيس التلاجة ما تنشف. انا هخلص بقيه الكميه، وما اخلص هرجع لكم. جبت لكم تاني بعد ما زوقنا البيتفور بتاعنا، زوقناه بالشوكولاته وزوقناه بجوز الهند. رجعت لكم تاني بعد ما زوقت البيتفور بتاعنا، جبت الشوكولاته بتاعتنا سيحتها على بخار الميه وساحت، شكلت الاتنين مع بعض كده. ده النوع اللي بالشوكولاته وده النوع اللي عاملاه بجوز الهند. بردك لزقته بالشوكولاته وحطيته بجوز الهند. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.